عاود جنرال سيرجي سوروفيكين أحد أبرز قادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذي يعفي من مهامه بسبب ارتباطاته بمجموعة فاغنر، الظهور خلال زيارة رسمية للجزائر بعد أشهر من الغياب. وفي صور نشرها مسجد ابن باديس بوهران أعاد نشرها الإعلام الروسي الجمعة أمكن مشاهدة سوروفيكين في زي بني فاتح بدون أي إشارات عسكرية، وبجانبه ضباط روس بالبزة العسكرية مع إمام المسجد أبو عبد الله زبار وفق فرانس بريس. فيما أرفقت الصور بتعليق زيارة وفد روسي رفيع المستوى إلى الجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن بديس، وكان في استقبالهم السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف والسيد إمام الجامع الرئيسي. غير أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الزيارة والهدف منها، كما أن موسكو لم تتحدث عنها بتاتا. يشار إلى أن التكهنات كثرت حول مصير سيرجي سوروفيكين منذ اختفائه بعد التمرد المسلح لمجموعة فاغنر على القيادة العسكرية بموسكو في جوان الماضي. وبحسب وسائل إعلام روسيا فإن الجنرال سوروفيكين أعفي من منصبه كقائد للقوات الجوية والفضائية في أوت بعد شهرين من تمرد فاغنر التي جمعته بها صلات وثيقة، لكنه لم يدعمها. وخلال تمرد فاغنر الذي استمر 24 ساعة دعا سوروفيكين المتمردين إلى التوقف والعودة لثكناتهم قبل فوات الأوان، لكن الجنرال كان مع ذلك يعتبر مقربا من قائد فاغنر الذي لقي حتفه بحادث تحطم طائرة في أوت. ويعد سوروفيكين من القادة العسكريين المخضرمين، لا سيما أنه تولى مهاما في العديد من الحروب التي خاضتها موسكو، بدءا من الاجتياح السوفيتي لأفغانستان مرورا بسوريا وصولا إلى أوكرانيا. كما عرف بأسلوبه العسكري الوحشي حتى لقب بجنرال يوم القيامة، وحاز على عدة أوسمة تكريم من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، إلا أن علاقته القوية بقائد فاغنر أطاحت به على ما يبدو، لا سيما أن بريغوجين الذي كان يكيل الانتقادات والشتائم دوما وبلا كلل للقادة العسكريين ووزارة الدفاع خلال الأشهر الأخيرة من قتاله في أوكرانيا لم يتفوه إلا بكل خير عنه.